انا جاي لكم بالصلاه على النبي عشان حكايه الورث، عايزين نقسموه. وحتى لو قسمنا الورث انا اللي هاخد الفدان اللي على الطريق. الفدان اللي على الطريق يلزمني انا في القسم. اسمع انت وهو، احنا هنعمل جرعه وكل واحد وحظه عاد. حظ ايه يا ابو حظ؟ انت اتجننت في عقلك ولا ايه؟ انا اللي طول عمري شايل الارض على كتافي وتعبان وشقيان، زرع، حصيد، زقيه، حريد، يبقى انا اولى بيه. كله يقول شقيان، ما نحن كنا فين؟ كله عاوز يعبي في كروشه. امال انا كنت فين عاد في الكلام دي كله؟ اكتم يا واد، اكتم يا واد. ايه اللي بسمعه ده؟ والله انا خلفت هتقسموا في وانا عايش. ما شاء الله عليكم والله. لا العفو يا ابوي، احنا كنا نقسموا الورث عشان كل واحد يشوف مصلحه. اهو بالمره، اللي عايز يتجوز يتجوز، اللي عايز يفتح له باب مشروع يفتح له يا ابوي. ولكن بصراحه كده صحتك بالدنيا برضك. بس انا واخواتي قلنا نقسمه. طب ما اقولكم على فكره، ما تحضروا عليا احسن. قولوا ابويا مخلول، ابويا عيان مريض، واركنوني على جنب وقسموا الورث، وكل واحد زي ما انت قلت يا كبير يعمل له مصلحه، يفتح له مشروع، يتصرمح زي ما هو عايز. ما تحسبوها حسبه تاني. وليه الواحد فيكم ما يشقاش ويتعب ويعرق ويكد من دراعه ويعمل اللي هو عايزه؟ ليه يتكل على مال ابوه؟ احنا المال ده نزودوه ولا نوزعوه على بعض ونضيعوه؟ رد عليا يا كبير انت. لو كمان يا ابوي عاوزين ياخدوا الارض اللي على الطريق ما يقسموا مع بعض. دلوقتي انت بقيت عليني؟ ما انت كنت معانا برضك. لا يا ابوي العفو طبعا، اللي انت قلته كله صح. بعدين ما فيهاش حاجه الواحد لما يطلع ويجيب من دراعه. عندك حق يا ابوي. بعدين انت لسه واقف على رجلك، واحنا الثلاثه ما ينفعش اكيد يعني نقسمه من غير ما نشوروك. معاش ولا كان يا ابوي اللي يركنك على دم، ده كانت ساعة شيطان بس وكنا نتفاهموا مع بعضينا. وبعدين انت الكل وانت اللي عاملني. حقك علينا يا ابوي، ما تزعلش مننا، احنا عيالك برضه. حقك علينا وانت حقكم عليا يا اخواتي. اسمع يا ولد انت وهو، انا كنت عامل حساب لليوم ده، وعلى فكره انا كنت كاتب لكل واحد حقه، والورق عضي الايد امينه، ما تسلموش ليكم غير بعد ما نتكل على الله. ولا واحد يقول اخد على الطريق